فيلمنا بيبدأ مع فيك اللي بيكون راجع البيت وميليندا مراته بتكون مستنياه، ودي تريسكي بنتهم اللي بترقص مع الموسيقى، وامها ميليندا بتبقى متضايقة جدا من صوت الموسيقى. بعدها بنلاقي ميليندا بتجهز نفسها لسهرة في مالها ليلي علشان تقابل صديق ليها، وبتطلب من فيك يساعدها في اختيار فستان السهرة، وكمان بيلبسها الجزمة بتاعتها. بعدها بيركبوا العربية علشان يروحوا لمالها اللي فيه السهرة، ولما وصلوا بنلاقي ميليندا بتشاور لصديقها جويل وبتروح له وتحضنه، وفيك جوزها بيكون باصص عليها ومراقبها، وبنلاقي ميليندا بتاخد جويل ويخرجوا الجنينة وفيك باصص عليها من الشباك. بعدها جويل بيروح لفيك وبيقول له انا بشكرك انت وميليندا على السهرة الحلوة دي، وبيقول له انت شخص منفتح وكويس انك مش بتغير على مراتك زي باقي الناس. شكله منفتح من حتة غلط. فيك بيقول له انت تعرف شخص اسمه مارتن ميكراي؟ جويل بيقول له اعرفه، واعرف انه مفقود ومش لاقيينه. فيك بيقول له على فكرة ده كان صديق لمراتي وانا قتلته. بعدها جويل بدأ يحس بالخوف والقلق وبيقول له مراتك عارفة بالموضوع؟ وهو بيقول له لا طبعا، وجويل بيقول له انا مش مصدقك، فبيقول له براحتك وبيسيبه ويمشي. بعدها جويل قرر يسيب السهرة ويمشي، ولما خلصوا السهرة ميليندا بتقول لفيك انت قلت ايه لجويل علشان يسيب السهرة ويمشي؟ لكن فيك بيقول لها انا ما قلتش حاجة، لكن ميليندا بتقول له انا مش مصدقاك ومتأكدة انك هددته. ولما راحوا البيت بتقول له انا عارفة ان جويل غبي بس بيخليني سعيدة، ولما حاول يقرب لها قالت له لو سمحت اخرج واقفل الباب وراك. وتاني يوم بعد ما وصل بنته تريسكي المدرسة بيقابل واحدة صاحبته وبتقول له كويس انك قتلت مارتن وما سبتش اي اثر وراك، لكنه بيقول لها دي اشاعة وانا ما قتلتوش، لكنها مش بتصدقه وبتسيبه وتمشي. وجويل بيكون عرف كل الناس ان فيك هدده بالقتل، لكن فيك بينكر. ولما رجع البيت ميليندا مراته بتكون غضبانه وبتقول له انا عارفه انك هددت جويل، وبتقول له انا فقدت صديقي مارتن ومش عايزه افقد جويل، وهو بيعتذر لها عن اللي حصل، لكن هي بتقول له انت لازم تعتذر لجويل عن اللي حصل وتعزمه على العشاء عندنا. وفيك علشان خايف يخسرها بيضطر يوافق. بعدها بيوصل جويل وبيفتح له فيك وبيكون هو اللي حضر له العشاء، وتريسكي بتكون مش طايقه جويل خالص. وميليندا بتقول لفيك انت لازم تبقى شخص طبيعي وتشرب معانا، لكنه بيقول لها انا لو شخص طبيعي ما كنتش هسمح لجويل يدخل البيت اصلا، تعتذر لي على تهديدك ليا بالقتل وانك قتلت مارتن. وفيك بيقول له انا مش هينفع اعتذر لاني فعلا قتلته، وبيقول له في اوبر مستنيك تحت. بيقول له انا ما طلبتش اوبر. فيك بيقول له انا اللي طلبته لك علشان تمشي. وتاني يوم راحوا حفله للاطفال. فيك بيتعرف على صحفي اسمه دون هو ومراته كيلي، وبيقول لفيك انا اعرفك انت اللي قتلت مارتن، لكن اصحابه بيضحكوا وبيقولوا له دي مجرد اشاعه. بعدها فيك بيحاول يلفت انتباه مراته ميليندا وبيرقص مع كيلي، وميليندا بتكون مستغربه انه اول مره يرقص وهم مروحين. ميليندا بتقول له انا حاسه انك كنت مستمتع بالرقص مع كيلي، وبتقول له انت بتفكر تعمل علاقه معاها. بعدها بتحاول تغريه باي شكل وبتقول له هي هتكون افضل مني. ولما راحوا البيت مين غيرتها عملت معاه رز بلبن. وتاني يوم واحد من البنك بيكلم فيك وبيقول له ان ميليندا مراتك كتبت شيك لواحد اسمه تشارلز قيمته $3000، وبيعرف ان الفلوس دي تمن دروس الموسيقى من تشارلز لميليندا مراته. وهي بتكون سكرانه وبتقول له كنت سهرانه مع صديق جديد، وهي ما تعرفش انه كان مراقبها وانه عارف تشارلز صديقها الجديد. ولما عرفها ان الشرطه لقت جثه مارتن قالت له انا عارفه انك انت اللي قتلته. وفيك بيفضل مراقب تشارلز وعرف ان ميليندا على علاقه بيه، ولما رجعت البيت كانت اول مره يقول لها تقطع علاقتها بيه. وميليندا خرجت تدور على تشارلز وفجاه بتصرخ وبتشوف تشارلز غرقان في حمام السباحه، ولما بيطلعوه بيكون مات. وفيك بيتظاهر قدامهم انه ما يعرفش حاجه. ولما جت الشرطه ميليندا بتقول لهم بكل غضب فيك هو اللي قتله. بعدها الضابط بيسال فيك هي مراتك كانت بتعمل علاقه مع تشارلز؟ وهو بيقول له دي حريتها وانا بحبها زي ما هي ومش فارق لي اصيله برحان. والضابط بيقول له مراتك بتتهمك بقتله، لكن فيك بيقول له هي دايما سكرانه ومش عارفه هي بتقول ايه. بعدها الشرطه مشيت وفيك بيقول لمراته لو انت متاكده ان قتلت تشارلز ليه مش خايفه مني؟ بتقول له لاني متاكده انك قتلته علشاني. بعدها كيلي بتروح تحذره وبتقول له ان جثه بيقول للناس ان انت اللي قتلت تشارلز، وبيتفاجئ ان مراته عملت علاقه جديده مع شخص اسمه توني والعادي بتعزمه في البيت عندها. وفيك بيحضر لهم المشروب، ولما خرجوا يرقصوا كانت عينه عليهم، وده شيء متعود عليه انها تاخد صديقها وتعمل معاه علاقه في البيت عادي. وتاني يوم بيكون فيك مراقبه وبيعمل مقابله بالصدفه وبيقول له ان ميليندا بتحاول توصلك علشان توريك البيت الجديد، وبيروح معاه وبيقول لفيك وهو قلقان انت متاكد ان الطريق ده صح؟ وبيحاول يتصل بميليندا لكن المكان ما بيكونش فيه شبكه. وفيك بيقف بالعربيه وتوني بعد ما نزل فيك بيحدفه بحجر في راسه وبيخلص عليه وبيحط عليه حجر علشان الجثه تختفي تحت الميه. ولما راح البيت بيلاقي ميليندا بتحاول تتصل بتوني لكن على طول التليفون مقفول، وبتسأل فيك انت شفته؟ بيقول لها لا. وتاني يوم ميليندا بتعرض عليه يخرج معاهم وهو بيوافق. ولما وصلوا
فيك بيحاول يبعد بنته بعيد عن الوادي، وبيلاحظ ان جثة توني بدأت تظهر. ولما رجع لميليندا بتقول له هو انت الوحيد اللي مصمم انه يكمل معايا؟ بيقول لها علشان بحبك، وبيكون محضر لها هدية بتكون مجموعة ذكريات ليها وهي كانت سعيدة جدا، واخر ورقة مكتوب فيها حب حياتي. وهم مروحين افتكرت انها نسيت الوشاح بتاعها، وفيك بيقول لها انه مش هينفع يرجع دلوقتي، وبيوعدها ان بكرة الصبح هيروح يجيبه لها. ولما راحوا مشاعرها بدأت تتغير ناحيته وقربت منه، وكانت ليلة حب رز بلبن. وتاني يوم خرج يجيب ليها الوشاح، وميليندا بتتفاجئ بمحفظة توني في غرفة فيك، وتأكد ان هو السبب في اختفائه. وهو اول ما وصل للوادي بيحاول يخفي الجثة لمكان اعمق، لكن بيلاقي دوم بيراقبه وبيسأله بتعمل ايه، وبيكون مرتبك جدا وبيقول له بدور على الوشاح بتاع مراتي. وبيكون الوشاح في ايد دون، وبياخد باله من جثة توني وبيحاول يهرب، وفعلا بيقدر يهرب. وبيقول لفيك هتقضي باقي حياتك في السجن، وفيك وراه بيحاول يلحقه بأي طريقة، وبيدخل من طرق مختصرة. في الوقت ده بتكون ميليندا بتلم هدومها علشان تسيب البيت، لكن تريسكي بتشيل الشنطة وترميها في حمام السباحة، وبتقول لمامتها احنا مش هنمشي من البيت. ونروح لفيك اللي قدر يوصل لدون، لكن بيقع على الأرض قدام العربية، ودون بيرتبك وبيقع بالعربية من مكان عالي وبيموت. ولما بيروح بيلاقي ميليندا في انتظاره وبتقول له ما شفتش توني، وبنلاقيها بتحرق محفظة توني علشان تخفي اي اثر للجريمة. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.